عيش، حرية، عدالة اجتماعية. عيش، حرية، كرامة إنسانية. بهذه الكلمات اندلعت ثورة يناير من أجل مواطن حر سئم من احتكار السلطة والمال، وسئم من خضوع الإرادة الوطنية لكل إملاءات الداخل والخارج، وعانى من الفقر والجوع الذي ازداد يوما بعد يوم، وانحنى ظهره من انتهاك الجسد والكرامة. وفي لحظة غضب محموم أشرقت مصر بشعاع من نور الحرية، بعد أن بدأ في الظهور والعمل الوطني جيل جديد لم يرضى بمسلمات الذل، ولم يقبل بتوازنات الكبار في دهاليز السياسة التي لم تثمر استقرارا، ولم تحقق أمنا، ولم تسكن جوعا، ولم تأوي مشردا، ولم تبني وطنا، ولم تحقق رخاء. لقد حقق هذا الجيل مع الجموع الشعبية المقهورة التي لحقت به إنجازا جزئيا كبيرا بإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما من الاستئثار الكامل بالسلطة والفساد والإفساد والظلم والطغيان. ولكن لم يكتمل الإنجاز بسبب التسرع في ترك الميدان وانصراف الجموع الشعبية قبل أن تسقط كامل نظام دولة الاستبداد، وقبل أن ترسي دعائم مرحلة جديدة خاضعة للثورة حكما وفعلا وحسابا. لم يكن هذا هو الخطأ الوحيد لثوار يناير ونحن منهم، ولكن زاد عليهما بسبب قلة الخبرة والاندفاع غير المنظم الانصراف عن هموم المصريين الاقتصادية والاجتماعية التي كان من المفترض أن تكون وقود الثورة المشتعل، إضافة إلى تفرقنا وتشرذمنا واستسلام كثير منا لدعوات الاستقطاب والنزاعات الأيديولوجية. لقد بدأ نظام مبارك ساقط الرأس باقي الجسد العمل الدؤوب لإسقاط ثورة 25 من يناير، بداية من اللحظة التي غادر فيها ثوار ميدان التحرير. وعلى الرغم من الموجات الثورية المتعاقبة في أكثر من ساحة وأكثر من وقت، ورغم بعض النجاحات الجزئية لهذه الموجات، وخصوصا في التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن القوى الأكثر تنظيما والأكثر تقليدية جنت من المكاسب الخاصة ما أعاق الثورة وساعد في خفوتها. انطلاق الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. لقد انطلقت هذه الثورة من أعماق ضمير الوطن، وبلورت طموحات سائر المصريين في كلمة العيش، وفي حلم الحرية، وفي طموح العدالة الاجتماعية، وفي حق الكرامة الإنسانية. هذه المطالب لم تكن مطالب فئة، بل كانت مطالب جيل كامل رفض أن يستسلم لما فرضه حكامه الفاسدون وذوي المصالح عقودا طويلة. ولا نبالغ إذ قلنا إنها خلاصة مطالب الأمة المصرية منذ فجر التاريخ، تلك الأمة التي سرق منها رغيف العيش، ومنعت عنها شمس الحرية، وحرمت من العدالة الاجتماعية، وضن عليها حكامها بالكرامة الإنسانية. لذا فإننا نرى أن مطالب الثورة الواضحة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية تتمثل في الآتي: أولا، العدالة الانتقالية، محاسبة جادة لكل من تورط في سفك دم مصري حرام، أو زور إرادة المصريين، أو انتهك أجسادهم، أو نهب مالهم العام، أو فرط عمدا في حقوقهم داخليا أو خارجيا، وفق قاعدة عدالة انتقالية موحدة للمحاكمة والتعويض والعفو. ثانيا، تصحيح منظومة القضاء من خلال استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتأثيرها، وتطوير أدوات التقصي والتحقيق، مع الإبعاد التام لكل من تورط في عملية تسييس لهذه المنظومة بالغة الحساسية. ثالثا، العدالة الاجتماعية ومنع الاحتكار، وإعادة توزيع الموارد لتصل إلى كافة طبقات المجتمع الاجتماعية والجغرافية، ومشاركة العمال في الأرباح،
والتزام الدولة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المصريين من تعليم جيد وصحة وافية ومسكن ملائم. رابعا، المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وفي تعيينات النيابة والسلك الدبلوماسي ودخول كليات الجيش والشرطة وفي غيرها من المسارات العامة. خامسا، الحريات والتأكيد على الحريات العامة والخاصة وحرية الاعتقاد وحق كل مصري في الاختيار السياسي والفكري والثقافي دون عوائق ودون تدخل من السلطة التنفيذية. سادسا، استقلال القرار الوطني عن كل دوائر التأثير الخارجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي غذاء ودواء وسلاحا واقتصادا، وتنويع دوائر العلاقات الخارجية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة لا الذل والخضوع. سابعا، تطهير وحيادية وكفاءة مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد والمفسدين بإجراءات سريعة وعادلة، والاعتماد على الكفاءات الوطنية وفق قواعد مطلقة قائمة على الكفاءة والجدارة دون ما نظر لانتماء سياسي ودون ما سعي لتحويل هذه المؤسسات المملوكة لكل المصريين إلى تابع لأي سلطة جديدة. ثامنا، الحفاظ على الجيش بالابتعاد به عن السياسة. أمان مصر في أن يقوم جيشها بدوره الأساسي والوحيد في حماية الحدود، ولن يستقر ذلك إلا بابتعاده عن السياسة ومزالقها وإبعاد قاداته ذوي الطموح السياسي عن واجهة المشهد. يا ثوار مصر، تعالوا نستعيد ثورتنا ونحقق أهدافها: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية.